يبدأ ملخصنا بري اللي لسه واصل لأمريكا عشان يتجوز حبيبته، وأول ما بينزل من الطيارة بيروح لها على الجنينة اللي متعودة تقعد فيها، وهناك بيشوفها وهي بتتفرج على اتنين حبيبة، وبيعرف إنها بتفكر فيه وبتتفاجئ بيه وراها بيسألها لو وحشها، وطبعا بتتصدم من الفرحة وبتقوم تجري تحضنه وبتسأله مش كنت جاي الأسبوع الجاي. بيعرفها إنه نهى الخدمة بسرعة وخلص خدمة بلده وجه دورها يخدمها. بتفرح كيلي برجوعه وكمان بيعرض عليها الجواز وبتوافق، طبعا انتظرته كتير. بيروحوا يركبوا العربية، لكن ري بيرجع يجيب كتاب كيلي اللي كانت واقفة لوحدها واتنين شباب ما تربوش بيرخموا عليها، فبيتخانق معاهم ري بعد ما واحد منهم قال أدبوا عليهم للأسف بيقتلوا بالغلط. وبنشوف بعدها ري وكيلي مع المحامي اللي بيعرفهم ان ري لازم يتحبس ومفيش حل تاني، وده قتل خطأ لأن السلاح ما كانش ملك لري. المهم ان ري بيقعد مع كيلي عشان يودعها، بس بترفض وبتقوله انها تعرف القاضي انه كان دفاع عن النفس، فبيقول لها ري بلاش لانها محاولة فاشلة وكلها سنتين وهيطلع لها، بس بتتضايق وبتقول له انتظار تاني. في بيت القتيل بنشوف الاب مع محامي ابنه وبيعرفوا السجن اللي هتنقل له ري، فبيديله الاب مبلغ كبير جدا عشان ساعده. وبعدها بيروح يزور جيك مدير السجن اللي هيتنقل لري، وبيديله شنطة مليانة فلوس عشان بس يحول حياة ري الجحيم جوه السجن ويخليه يتمنى الموت، وبيقبلها لانه مرتشي والموضوع بيكسبه كتير. بعد ايام بنشوف ري في السجن وبيستقبلهم ريكو قائد الحرس وبيعرفهم على مساعديه فيكتور وفوكس. بيعرفهم ريكو القوانين ولكن بيكون شديد مع شاب صغير لسه واصل السجن، ولما ري بيقول له بالراحه عليه بيسمعهم كلمتين وبينبه عليه ما يردش طالما موجه له الكلام، وبعد كده بيفتشهم تفتيش ذاتي وبيبعتهم لزنازينهم. الا ري بياخد الحارس ويل مدير السجن جيك عشان يقابله، وهناك بيخلي ويل يفكله الكلبشات وبيقعدوا جنبه وبيقول له انه له وضع خاص في السجن عشان جندي قديم وخدم البلد، وبيعرفوا انهم هيكرموه في السجن وبيصدقوا ري اللي ما يعرفش باللي هيحصل له قدام. بيرجعوا ويل زنزانته ولكن بينبه عليه ما ياخدش كلام جيك في دماغه قوي، لان هنا هو مجرم زي اي حد وهو ممكن يخلي حياته جحيم لو فكر يكسر القوانين. بس ريك كل اللي عايزه يقضي مدته على خير ويخرج من هنا. بيدخل الزنزانة وبيستغرب من الرسومات اللي فيها، بعد كده بيطلع للساحة عشان يلعب مع زمايله، ولكن واحد بيخبط فيه وبيحاول يجر شكله، وهنا بيشوفوا مجموعة من المساجين العرب وبيروحوا يهددوا المسجون المكسيكي يبعد عن زميلهم. ولما ري بيعرف انهم من العرب زيه بيفرح، بس بيحس انهم مش سهلين وكانت هتقوم خناقه لولا تدخل ويل اللي فضاها. واخد ري معاه المكتبه علشان شغله هيبقى فيها، وبيعرفوا على ديفيد اللي بيحب الناس تناديه ديف. واول سؤال بيساله ديف لري لو نوى على مشاكل معاه بيقوله لا، وانه عايز يقضي المده ويخرج سليم. فبيقول له ديف كويس شكلنا نعدي الفتره على خير، وبيبدا ري شغله في المكتبه، وبعد ما بيخلص بيرجع للسجن تاني. ولكن العصابة المكسيكية كانت بتحاول تجر شكله وهو بيتجنبهم على قد ما يقدر، لكن أول ما بيوصل الزنزانة عشان يرتاح بيتفاجئ بريكو وزمايله جايين يفتشوها، وبيلاقوا صورة كيلي فبيتكلم ريكو عليها وحش، وهنا بيتعصب ري وكان عايز يضربه، فبياخدوه بره الزنزانة وبيفضلوا يضايقوا فيه ويهينوه عشان يتعصب ويتهجم عليهم ويديهم فرصة يقدموا له محاكمة تانية تزود مدته. بس ريكو بيعمل كل حاجة وبيهينوا ري اللي بيقف ساكت، وهنا فيكتور بيتعصب وبيقول لهم كفايه وبيدخلوا الزنزانه تاني، وبيخرج لريكو يعرفوا انهم زودوها المره دي، لكن ريكو بيفكروا ان ده شغلهم اللي قابضين علشانه. بنشوف ري وهو بياخد شاور وبيشوف مسجون اسمه هامر واللي كان عايز يعتدي عليه، لكن ري مش بيسكت له وبيضربه قدام الكل، وبيدخل الحراس عشان يفضوا الخناقه وبياخدوا ري لجيك اللي بيزعق معاه عشان بيعمل شغب، لكن ري بيعرفوا انه كان بيدافع عن نفسه، وجيك كان رده بارد ان في قوانين في السجن وما ينفعش اتخطاها، يعني يتعمل فيه اللي يتعمل ويسكت. وبيقرر جيك انه يعاقبه وبيخلي الحراس ياخدوه يرشوه بالميه ويعذبوا بيها. وفيكتور اللي ما كانش عاجبه اللي بيحصل خالص، وقت الغدا بنشوف ري بيتغدى ولكن هامر بيروح له وبيعرفوا انه مش هيعدي اللي حصل على خير، وهنا بيدخل ويل اللي بيقول له يرجع لمكانه لو مش عايز يتحط في الانفرادي. بعد ما بيمشي ديف بيقول له انا سمعت باللي عملته بهامر، بيعرفوا ري انه هو اللي بدأ وجابه لنفسه. بينضم بعدها ليهم مايك والشاب الصغير اللي معداش عمره ال18 ومش عارفين محبوس في ايه، ولكنه بيكون خايف من المساجين وبينضم لري على امل انه يحميه بعد ما عرف اللي عمله مع هامر. بيروح بعدها كل واحد على شغله، وفي المكتبة ري بيحب يعرف اكتر عن ديف اللي بيعرفه انه بقاله 15 سنة محبوس ومش هيخرج لانه بيواجهه احكام بمدى الحياة، وبنعرف انه سرق منشأة كبيرة قبل ما يدخل السجن مع 2 اخواته واللي تقاتلوا في مواجهة مع الشرطة، و2 كمان هو قدر يهرب وخبى الفلوس في مكان محدش يعرفه. بس بعد يومين اتقبض عليه ودخل السجن وما قالش على مكان الملايين اللي سرقها. وبيعرف ري ان عنده بنت بس ولا مرة زارته وهو نفسه يشوفها جدا،
بيوصل ريكو وبيعرف ريب إن عنده زيارة، فبيروح معاه وبتكون كيلي اللي أول ما بيشوفها بيضحك وبيعمل نفسه سعيد قدامها، وبيتكلموا سوا شوية وبتعرفوا إنه وحشها. لكن قبل ما يكملوا كلامهم ريكو بيرخم عليهم وبيقول له الزيارة خلصت والكل لسه قاعد، وبيمسك ري أعصابه عشان كده ما تحسش بحاجة. بس لما بيرجع المكتبة بيتعصب وبيخبط في الأرفف من الغضب. لما ديف بيشوفه كده بيعرف إن الحراس مستقصدينه، وبيقول له يا ريت يشوف له مكان تاني يشتغل فيه، لأنه على علاقة كويسة بالحراس ومش عايز مشاكل عشان مطول هنا. بيمشي ريو وبيروح يقعد مع العرب اللي بيلعبوا مقضيينها، ولكن واحد منهم بيسأله ازاي قدر يقتل اخواته لأنه كان بيحارب في العراق. بيعرفوا ري انه كان مجبر لأنه في الخدمة وبيخدم بلده، لكن السجين بيعترض على كلمة بلده دي، وبيقول له ان امريكا عملت لعبة عشان تحتل العراق وتسرق النفط اللي فيها، واكتر من بلد دمرتها امريكا بحجة الارهاب وهم اصلا الارهاب، وكله عشان ياخدوا النفط ويسرقوا خير البلد. لكن ري عرف يرد عليه وقال له انه خاين زيه لانه قتل زميله العربي واتسجن، على الاقل هو كان مجبر ومش زيه قتله عشان يسرقه. ومازن زعيم العرب بيعجبه رد ري عليه، وده بيعصبوا السجين اللي بيقوموا ويسيبهم. بيطلعوا بعدها للساحة وبنشوف هامر وهو بيضرب السجين المراهق، والمساجين بيجبروه يتقاتل معاه والشاب من خوفه بيعيط وبس. وهنا بيدخل ري اللي بيقول له يبعد عن الشاب، لكن هامر بيهدده عشان يبعد فبيضطر انه يضربه. وبيوصل الحراس اللي بيقبضوا على ري، لكن الشاب بيعرفوا ان هامر اللي بدأ القتال معاه وري ملوش ذنب، فبيأمرهم ويلي يفكوا ري، وده بيعصبهم لان كان عندهم فرصة يعذبوه وضاعت منهم. بيروح ري يقعد مع مازن وعصابته واللي بيعرفوه على السجناء، ومنهم عصابة المكسيكيين، وبيقولوا انهم مجانين شوية ومش بيحب طريقتهم في رسم الوشوم على جسمهم اللي مفكرين انها هتديهم قوة. وبيفضل يفضل جسمه نضيف علشان لما يخرج من هنا محدش يعرف هو مين ولا كان فين. بنشوف بعد كده ري بينفض الحمامات وبيروح لنفس السجين اللي بيعرفه انه مجبر يعمل اللي هيعمله معاه، فبيفهم ري انه هيقتله وبيرمي اللي في ايده وبيتخانق معاه وبيقدر يهزمه بسهولة لان تدريبات الجيش كانت اصعب من اي سجن. بيدخل الحراس اللي بيخرجوا السجين وكان معاهم جيك اللي بيقولوا لري انه زهق منه لانه مش عارف يهزمه، وبيخلي الحراس يثبتوه وبيضربوا بطريقة بشعة. وبيكون فيكتور متضايق من اللي بيحصل وبيقول لهم يوقفوا اللي بيعملوه، وبيصعب عليه ري جدا لانه ما عملش حاجه لكل ده، وجيك حول الموضوع لشخص بينه وبين ري. بيرجع ري زنزانته وبيكون متاثر باللي حصل شويه. اما ريكو ومساعدينه كانوا قاعدين سوا، وفيكتور بيعرفهم انه اتخطوا الحدود المره دي مع ري ويا ريت يبطلوا، بس ريكو عرفوا انه قبضوا من جيك عشان يعملوا اللي بيعملوه فلازم يكمل، لكنه بيرفض وبيعرفهم انه لو قربوا من ري تاني هو بنفسه هيبلغ عنهم. وهنا بيدخل ويل اللي بيسألهم في ايه، لكن فيكتور بيقوم وبيقول له مفيش، وبيقعد ويل مكانه. وبيقول لريكو انه عارف بشغلهم مع جيك فبلاش يعتمدوا في الاخطاء والا مش هيسكت. وبيقول لفوكس ينزل رجله وهو قاعد معاه لانه رئيسه، وبيزعق لهم لان ري المفروض يشتغل في المكتبه ويتنقل للحمامات بدون معرفته، وبيحذرهم ده يحصل مره تانية حتى لو باوامر من جيك. ويل بياخد ري على المكتبه وبيسلمه لديف، وبيقول له ان هو هنا مسجون زي غيره ومش من حقه يرفض ان حد يشتغل معاه، وبيساله لو معترض على كلامه بيقول له ابدا. وقبل ما يمشي بيقول لري بلاش مشاكل لانه من يوم ما جه السجن ما بقاش مظبوط. عند جيك بيبلغوا ان فيكتور بدأ ينشق عنهم، فبيقول لهم يتصرفوا قبل ما يفضحهم، والمفروض انه قبض ويخاف على نفسه، فبيطمنوا انهم هيتصرفوا معاه. وبنشوفهم بعدها بيفتشوا اوضه مايك وبيطلعوا منها سلاح للقتيل وعليه بصماته، وبيعرفوا انهم هيعدوها المره دي وبياخدوا السلاح. عند ري كان قاعد بيقرا وبيروح له ديف يتكلم معاه وبيساله لو زعلان منه بيقول له لا. بيساله ديف عن حياته وقت الحرب، بيعرفوا ري انه مش احسن حاجه لان الحرب ما بترحمش وخدعته كتير، وبيعرفوا انه لما كان في الخدمه قتل طفل صغير بالغلط لانه ما كانش شايفه، وكرموه على قتله الطفل البريء اللي كان بيدور على اكل مش اكتر. ومن يومها وهو عايش بذنبه عشان كده بيساعد المسجون الصغير وبيحميه، وبيقول له ان محدش هيعرف الاحساس ده غيره لانه جرب الحرب. تاني يوم ومايك بينظف الحمام بيتفاجئ بفيكتور مقتول وبنفس السلاح اللي اخدوه من اوضته، وطبعا ريكو وفوكس بيدخلوا عليه وبيفهم انه لبس قتل فيكتور. في ساحة السجن بيكون ري وديف قاعدين سوا وبيعرفوا ديف ان نفوذ مازن بسبب تجارة المخدرات والحراس بيساعدوه جوه السجن وبيقبضوا منه، وبيقول له يلاحظ حركة الايد وهو هيعرف بيوزعوها ازاي. مازن بيلاحظ عادته ديف وري وصداقتهم اللي بتزيد مع مرور الايام، وده ضايق مازن اللي بيروح له وبيهدده لو ما بعدش عن ديف وقعد معاهم هيندمه. ديف بيسأله مش خايف فبيقول له لا ويعمل اللي عايزه. بنشوفهم بعدها بياخدوا الشاور سوا وجنبهم المكسيكي، وبيدخل العرب يخلصوا عليه وبيتصدم ري من اللي حصل هو وديف. ري بعدها بيروح لزعيم المكسيكيين وبيعرفوا انه ما قتلش الراجل بتاعه بس مش بيكون مصدقه،
ري بيعرفه انه عايز يطلع من هنا نضيف وعمره ما قتل حد برغبته، ولو عاوز يصدقه براحته مش عايز برضه براحته. بس زعيمهم بيقول له ان اصحابه اللي عملوها، فبيعرفهم انه مش تابع لاي حد واللي عنده قالوا المهم ان طارهم مش معاه. بيروح بعدها على اوضته بيحلق دقنه، وفجأة بيجيله السجين العربي اللي بيقول له يكلم مازن في الزنزانة حالا، لكنه بيقف ساكت مش بيتحرك وبيكتفي بالنظر للسجين اللي بيخاف وبيقول له انه هيستناه بره. بيروح بعدها المازن اللي واضح انه له وضعه في السجن واخد راحته على الاخر. المهم ان مازن بيعرفه انه خلص له على السجين اللي كان بيضايقه، لكن ري بيقول له انه ما طلبش منهم ده. بيتعصب مازن وهو بيعرفه انه بيحميه، فبيشكره ري لكنه بيفضل يحل مشاكله بنفسه بدون قتل. بيتلم عليه المساجين وبيثبتوه المازن اللي بيدوس على وشه، وبيفهموا انه دلوقتي مديون له، اي طلب هيقول له عليه لازم ينفذه والا هيخلص له على واحد من صحابه في السجن. بيضطروا انه يوافق عشان ديفو الشاب ما يتأذوش. عند جيك كان متضايق انه مش عارف يذل ري وبقى واخد الموضوع شخصي جدا، وبيقول له ريكو انه قبضه علشان يشوف ري مذلول وبيطلب منه يعمل اي حاجه بس ينفذ طلبه. تاني يوم في المطبخ كان هامر بيطبخ، وللاسف بيتجمع هو واصحابه على الشاب الصغير وبيعتادوا عليه. اما ريكو بيكون متولي زياره كيلي اللي بيقول لها انهم لازم يفتشوها تفتيش ذاتي لو عايزه تشوف ري، وطبعا اعترضت لانها اتفتشت بره اصلا، ولكن بيرفضوا انهم يقابلوها بيلا لما تنفذ طلبهم، وقالت تستنى وقت الزياره الجايه واللي بتاخد وقت طويل في قبولها. وللاسف بيفتشوها وبتقلع كل لبسها وهي بتعيط وبتلبس تاني بعد ما بيتاكدوا ان معهاش حاجه، وهم كانوا عارفينها اصلا بس حبوا يهينوها عشان يضايقوا ري اللي كانوا وقتها مع الشاب الصغير في الساحه، وبيقنعوا يسيب عصابه مازن وما يدمرش حياته. لكن الشاب بيكون مضروب جامد وبيعرف ري انهم اعتادوا عليه ومش هيسيب حقه، وفعلا بيدوله سلاح عشان يقوم باول عمليه قتل ليه. عند ري بيروح له ريكو وفوكس وبيفرجوا على حبيبته وهي قلع لبسها، وبيتعصب عليهم وبيعرفهم انه هيدفعهم تمن اللي عملوه غالي. الشهر اللي بعده لما كيلي بتروح تزور ري بيعاملها بطريقه مش كويسه، وبيقول لها انها اتصورت وهي بتتعرى قدام الشرطه وبيبدا يغلط فيها، وهنا بتتعصب عليه لان الموضوع مضايقها اصلا وعملت كل ده عشان تشوفه، وفي الاخر يقول عليها كلام مش كويس. بيتاسف لها ري وبيقول لها انه قرب يتجنن من المكان ده والمعامله الوحشه معاه هو بالذات، وبيتاسف لها وهي بتسامحه لانها مقدره الضغط اللي عليه. بنشوف الشاب الصغير وهو قاعد يعيط بعد ما قتل هامر وبيفتكر اللي عمله معاه. في الساحة بنشوف الحراس وهم بياخدوا ري للمصنع المهجور في السجن، وحظهم ان ويل بيشوفهم وبيمشوا وراه، وبيكونوا جايبينه المازن وبيعرف انهم شغالين معاه برضه، وبيكون مازن عايز يقتل شخص بس ري بيرفض، فمازن بيأمر الحراس يضربوه، فعلا بيثبتوه عشان يضربوه، بس ري كان اقوى منهم ويقدر يضربهم ومحدش منهم عرف يمسكه. واخيرا وصل ويل اللي ضربه على راسه فاغمى عليه وطلب له الاسعاف، وسأل ريكو وفوكس عن اللي حصل فعرفوا انه هاجمهم، لكن ويل سألهم ليه اصلا جابوه هنا من الاساس، فقالوا ان دي اوامر جيك اللي بيروح لويل وبيتخانق معاه لانه مبوظ السجن وانه يدي اوامر للحراس ياخدوا سجين على مكان مهجور ليه اصلا. جيك بيتعصب عليه وبيقول له انه مدير السجن وحر يعمل اللي عايزه، وبيفكروا بمكانته، لكن ويل بيحذره لو لقى وراه غلطه هيبلغ عنه. اما عن ري بيتحط في الحبس الانفرادي اللي بيتعرض فيه لاشد انواع العذاب، وكان بدأ يكلم نفسه ويهلوس فيه انه قضى شهر كامل في الضلمه لوحده ومعامله الحراس السيئه. ولما جه ولي يخرجه لاحظ ان حالته النفسيه سيئه جدا عكس اي مسجون بيخرج من الحبس، فبيعرف ان بيحصل معاه حاجه، وقبل ما يدخله زنزانته بيقوله لو واثق فيه هيقدر يساعده وانه غير اي حد هنا، لكن ري بيضحك باستهزاء وهو بيقول له انه ما بقاش يثق في حد. ري بيقابل ديف وبيقول له ياخد باله من نفسه لان مازن هدده بقتله لو ما نفذش طلبه. في الساحه بنشوف العرب وهم بيحرضوا الشاب الصغير على قتل ري، وبياخد السلاح فعلا وبيروح يقف قدامه، وري بيكون عارف هو عايز يعمل ايه وقاعد هادي، ولكن الشاب ما قدرش يعملها ويقتله، ومازن عرفهم انه كان متاكد من عدم قتله ليه. ولما بيروح للشاب الزنزانه بيلاقيه بيعيط وبيتاسف له عشان ما قدرش ينفذ طلبه لان ري انقذه قبل كده، وبيوعده انه مش هيخذله مره تانيه، لكن مازن بياخد منه السلاح وبيطعنه لحد ما بيموت. بيوصل الخبر لديف واللي بيوصله لري وبيعرفوا ان الشاب اتقتل وبيزعل عشانه جدا، وبيخرج الكل لساحه السجن ومنهم ري اللي بيروح يتخانق مع مازن والمساجين اللي بيكرهوا مازن وراه، ومازن وراه عصابته، وبيقول لهم ري ليه بتحموه، فبيعرفوا انه بيحميه في السجن بالفلوس وده المطلوب، فبيتحدى ري في قتاله والكل بيقول له يقبل ولا خايف، يعرفوا انه بقى ضعيف، وبيقبل مازن القتال وبيتقاتل هو وري اللي بيقدر يتغلب عليه بكل سهوله، وبيضربه وبيعرفهم انه زعيمهم بقى ضعيف وقوته منهم. وكان ري هيخنق مازن وجيك منتظر يشوفه هو بيموت، لكن ري سابه وويل فرح لما سابه، لكن مازن بياخد سلاح وكان هيقطع ري اللي راح وحاضن ديف اللي شاف السلاح وضحى بنفسه واخد الطعنه بداله. اما الزعيم المكسيكي بيخلص على مازن وبيخلص الكل من شره.
بياخدوا ريل جيك اللي بيقول له مبروك لانه هيطول معاهم كمان شويه بعد ما كان باقيله اسبوع واحد بس. لكن ري بيقول له انه مش معترض بس عايز يعرف ليه عمل كده معاه. بيعرفوا جيك انه قبض في الاول عشان يعذبه، بس الموضوع قلب شخص لما ري كان واقف صامد وقلب رجالته عليه بسبب شجاعته. فكان لازم يعرفوا مين المتحكم هنا، وبيعرفوا ان ايامه الجايه في السجن هتكون سواد. ري بيسأله ايه ذنب اللي ماتوا بسببه، فبيعرفوا ان الحرب لها ضحايا دايما ودول الضحايا. بعد ما بيخلص بيطلع ري من جيبه جهاز تسجيل، هو بيطلع ان ده كمان لجيك ووقع فيه ودخل ويلي ومعاه حراس تانيين وقبضوا عليه، وكمان قبضوا على ريك وفوكس لانه اعترف عليهم. بعدها بيروح ري يزور ديف اللي بيعرفه مكان الفلوس واسم بنته، وبيقول له ياخد جزء منها له والباقي يديه لبنته، وبيحذره يرجع هنا تاني بس ري وعده يزوره كتير. بيخرج ري اخيرا وبيودعه ويل عند الباب، وبيخرج يلاقي كيلي منتظراه فبياخدها وبيروح البيت بنت ديف، وبيديها شنطة الفلوس وبيقول لها تروح تزور بابا لأن نفسه يشوفها. وبعدها بيتحرك مع كيلي أخيرا لبيتهم الجديد. ولحد هنا بيخلص فيلمنا.